وبركاته. حياكم الله في حلقة جديدة. معاكم اخوكم عبد الوهاب الاصبحي. ادري اطول بين فترة وفترة على ما انزل فيديو، كل ما القى شغلة جديدة وممكن تفيدنا اسوي عنها فيديو. اليوم راح نتكلم عن شغلة خاصة بالايباد، شلون تشبكها ويا اللابتوب او الديسكتوب وتستفيد من البرنامج اللي راح اقول لكم عنه في مجال المونتاج. راح يسهل عليك العملية، راح تتجاوز مسألة الشورت كات عن طريق الكيبورد. كل الشورت كات راح يكون موجود بالبروجرام هذا. طبعا البرنامج هذا هو كنترول كونسول. البرنامج تقدر عن طريقه تختار البرنامج اللي تبي تشبك عليه، اما بريمير او فاينل كات. بالوقت الحالي منزلين البريمير والفاينل كات، ما ادري يمكن قدام ينزلون شيء ثاني. حتى اللايت روم عندهم شيء حقه بس كامينج سون مكتوب عليه. طبعا اول شيء في البدايه بعد ما تنزل البرنامج عندك خيارين انك تشبكهم. الخيار الاول بان تدخل على السيتنجز مال البرنامج وترسل حق نفسك ايميل باللينك اللي تسوي عليه داونلود. في خيار ثاني انك تدش على موقعهم اللي هو ctrlconsole.com وتنزل اخر الصفحه تحت. راح تلقى عندك اما يكون ديسكتوب واما يكون الديسكتوب اما يكون ويندوز واما يكون ماك. بعد ما تنزل البرنامج راح تشبكه من خلال شبكه عن طريق الانترنت، تشبكهم ببعض وتختار اللي تبيه. طبعا البرنامج هو بفلوس، سعره شوي غالي بالنسبه للبرامج، لكن كامكانيات وايد ممتاز. يعني ولا شيء $29 بانك توفر على نفسك سالفه انك تحفظ الشورت كات كوماند دبليو ولا في ولا بي ولا الشغلات هذه كلها. طبعا البرنامج البانل ماله اذا بطلنا وياه اي سيكونس بالبريمير، هذا البانل ماله عندنا التشغيل، وعندنا انك تحرك فريم باي فريم، وعندنا طريقة انك تحرك فورورد او باكورد عن طريق ال1x او 2x 3x 4x حق السرعات اللي موجودة. في شغلة اللي هي الاندو والريدو، وفي الان اوت مارك الاوفر رايت الديلت ليفت، كل شيء موجود في البرنامج. للأمانة أنا لما أستخدمه ما أستخدمه حق الإديت الأساسي، أستخدمه في البداية بس علشان أفرز اللقطات اللي أنا أحتاجها. أحيانا تاخذ منك وقت الشغلة هذه، فمجرد أنك بس تغير من السورس إلى التايم لاين. هني في اختيارين إذا كنت بتختار السورس أو التايم لاين، وفي طريقة اللي هي الزوم. خلونا نشوف ويا بعض شلون نقدر نتحكم فيه عن طريق اللابتوب. الحين انا فتحت البرنامج البريمير وراح اشبك عن طريق البرنامج اللي بالايباد. هذا البانل مال البريمير او هذه الانترفيس مال البريمير. انا راح اسحب فايل من برا علشان اجرب وياكم عليه. في البروجكت حطيت الفايل، بطل الفايل. طبعا ما بطل تايم لاين، يبطل التايم لاين عن طريقة مثلا طريقة من الطرق اللي هي الدراج اند دروب على التايم لاين، راح يفتح لي اياه على طول. الحين انا فتحت التايم لاين، راح اقول له ديلت وراح اختار الفايل نفسه اخليه يبين عندي بالسورس مونيتور. لاحظوا الخط الازرق. طبعا انا قاعد اشتغل على البريمير السي سي 14، فعلشان كذي الشاشه راح تشوفونها لونها اقمج، مو نفس لون السي اس 6 او الفيرجن اللي بعده، بس قبل هالفيرجن هذا. فالحين انا قاعد انتقل. لاحظوا الخط الازرق اللي دار مدار السورس مونيتور، اقدر انتقل عن طريقه. انا مو شابك شابكها على الديسكتوب، راح اطلع برا واشبكها على اللابتوب. الحين على طول شبك على اللابتوب. بهالطريقه اقدر اروح حق السورس او حق التايم لاين. طبعا اذا اخترت شيء مثلا الحين راح ارجع على السورس اشغل، أو عندما
انا احتاج هذا، ارجع شوي اقول له ان، بعدين اشغل اوكي لهني، اقول له اوت، ابي هاللقطه، ادش زوم اتاكد منها، ايوه هذه اللقطه اللي انا احتاجها. اوكي اقول له اوفر رايت، موجوده الحين عندي اللقطه. هذا كله قاعد اسويه انا بدون لا اجيس الماوس، قاعد استخدمه عن طريق الايباد. لو قلت له اندو راح يرجع على طول اندو، شال حتى لو تلاحظون بالمنطقه هذه شال المارك او الان والاوت اللي انا حطيتهم. البرنامج جدا مميز في كل الاحتياجات اللي تحتاجها من التولز اللي موجوده هني، في اكثر الاشياء اللي تستخدمها كمستخدم او كشخص يشتغل على المونتاج في برنامج البريمير. طبعا مثل ما قلت لكم في حق البريمير وفي حق الفاينل كات. البرنامج موجود ايضا في له اذا كنت انت ما تحتاج انك تاخذ الشغله هذه بس تبي تشوف اللقطات عن طريقه، في اللي هو الكنترولر وفي الاديتور. انت تختار، انا اللي شرحت لكم عليه اللي هو الاديتور. الكنترولر ارخص ب $4.99، والفاينل كات ايضا ب $30 تقريبا، اللي هو الكنترولر عفوا الاديتور، والكنترولر هو ب $5. واللايت روم ان شاء الله عن قريب، وفي الاوديو ميكسر. هذا بشكل سريع كل اللي ابي اتكلم عنه. راح احط لكم اللينكات موجوده تحت حق البرنامج نفسه. اتمنى انكم استفدتوا. الحلقه ادري خفيفه وسريعه بس ان شاء الله فيها فائده وسرعه حق الانجاز لي ولكم. اذا عندك اي تعليق او تبي اي معلومه ممكن نتطرق لها في الحلقات الجايه، يا ريت تكتب كومنت تحت وتسوي شير وسابسكرايب، ونشوفكم على خير. مع السلامه.